بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يحفظ بلادنا وأمتنا من كل سوء، وأن يسترنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، آمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان الدرس سيرة نبي ومسيرة أمة. سيرة نبي ومسيرة أمة. بداية أذكر نفسي وأذكر إخواني بأن الحضور في مثل هذه المناسبات ليس من باب النسيان، أن الأمة نسات النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تذكره في هذا اليوم. ليس هذا هو المطلوب إطلاقا، وليس هو المقصود، ولكن المقصود هو تجديد العهد، تجديد العهد مع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وتجديد الإيمان وتمتين الوفاء، وفرصة أيضا لمراجعة أحوالنا في علاقتنا مع ربنا، مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع هذه الرسالة التي تركها صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ربنا يقول في سورة البقرة في الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم أن دراسة هذه السيرة النبوية، وما كانش سيرة دقيقة عميقة واضحة كما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ذيوثن السيرة ورنسعي تمثيلت. ربي سبحانه يشقعد إمولهن تالسا، أي هداة البشرية. الرحمة متخلقيث مرة، ربنا عز وجل فضل الإنسان على سائر الموجودات، على الجمادات، على النباتات، على كل المخلوقات. هذا العنصر المفضل المكرم، وهو الذي قال في حقه كما في سورة الإسراء في الآية رقم 70: قال: ولقد كرمنا بني آدم. علماؤنا يقولون: كرامة الإنسان في آدميته. فنادم يكرميث ربي سبحانه، يستولياس ذي الشانيس ذي العزيس يناد: ولقد كرمنا بني آدم. إذن هذا الإنسان المكرم ربي سبحانه بعث له صفوة الخلق من النبيين والمرسلين إلى آخر نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويناد في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن دراسة السيرة دراسة اعتبار تمكننا من فهم الوحيين، من فهم الكتاب القرآن والسنة النبوية المطهرة، فهي ترجمة عملية تطبيقية لأحكام ومعاني القرآن الكريم والسنة النبوية. غادي باللي ما نغر السيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنفهم ولا ربي. وهكذا أكد العلماء بأن دراسة السيرة عامل أساس في فهم مقاصد الوحي الطاهر. الآن نتحدث عن سيرة نبي ومسيرة أمة. السؤال المطروح: هل الإسلام يهتم بالأمة في مجال الإيمان فقط ولا في جميع المجالات؟ الجواب: شرعنا الحكيم
يهتم ببناء الإنسان وببناء الأمة، بل الإسلام كما يرعى الحومة يرعى الأمة، من الحومة إلى الأمة. المعنى الإسلامي يوصينا باش نحافظوا على الحومة وين رانا ساكنين، نحافظوا على النظافة نتاعها، نحافظوا على الحياة نتاعها، على تمتين علاقة الجوار بين الناس إلى آخره. الحومة لازم نهتم بها. وطبعا الإنسان ينتمي، عنده شعور بالانتماء إلى الحومة. قل ولاد الحومة، ناس الحومة، شيء طبيعي. الإسلام يؤكد على ذلك. أم كل مثلا دايت سيدير أما ذي الحومة أما يثدرت أما يثمذنت يقارس إلى قصد في كغازال إيوم كان ندث سيديرض أما تزدي أما ذي القدر يقلق يتسيديروا مذان ذكيون بمكان إلى قد سيف كزل ولا سيف كالقيمة. ولكن في الوقت الذي الإسلام يجذر انتماءنا إلى الحومة يدعونا إلى تجذير هذا الانتماء أيضا إلى الأمة، إلى الوطن وإلى الأمة. ربنا يقول في آيات كثيرة، مثلا في سورة الأنبياء الآية 92 قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. رب دي قرض يوث الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة انصهر المهاجرون والأنصار في جماعة المسلمين في أمة واحدة. وهذه من الأمور القوية اللي درها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرته كلها فيها دروس وعبر. والتاريخ ينبئنا عن ألوان من النزاعات والخصومات التي وقعت، ولكن الإسلام أربط بين هؤلاء جميعا برباط الإسلام: إنما المؤمنون إخوة. المهاجرون اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وهاجروا معاه، وكما تعرفوا جميعا رب سبحانه أيده بنصره وبالمؤمنين، والآية واضحة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام عنده تأييد ربي يكفيه، وما النصر إلا من عند الله. ربي سبحانه أشار إلى معنى لطيف بأن المؤمنين أيضا يعاونوا النبي عليه الصلاة والسلام بدليل آيات كثيرة. كي نقرأ مثلا في القرآن الكريم: مستهم البأساء والضراء، بهذا التدرج في الاختبار: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كلمة لفظة قرآنية مفردة قرآنية قوية تصف ذلك البلاء ذلك الابتلاء ذلك الاختبار اللي فات فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، باش نفهموا بأن الإسلام ما جاش هكذا بسهولة، ولكن نشر بجهود الصحابة، بجهود نبي الإسلام، بجهود الأوفياء الأتقياء عبر التاريخ الإسلامي المشرق. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولكن هؤلاء الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وصبروا وترجموا حبهم ووفاءهم للنبي عليه الصلاة والسلام عمليا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رب سبحانه خلد ذكرهم في آيات كثيرة ورضي الله عنهم كما ورد في القرآن. أذكر على سبيل المثال في سورة الحشر الآية 8 رب يهضر على المهاجرين، خلد ذكرهم أولئك هم الصادقون. والآية اللي بعدها مباشرة الآية 9 من سورة الحشر وصف أيضا بعض الأوصاف نتاع الأنصار: يحبون من هاجر إليهم، وذكر صفة أخرى صفة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الآية 10 يعلمنا باش ما ننساوش فضل هؤلاء السابقين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انصهر الجميع
من المهاجرين والأنصار في بوتقة واحدة، في جماعة واحدة، هي جماعة المسلمين. عودة إلى الآية 92 من سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتكررت هذه الآيات بصيغ أخرى كما في سورة المؤمنون الآية 52، ربي قال: وأن، وفي قراءة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأولى فاعبدون وهذه الثانية فاتقون. وفي سورة البقرة الآية 143 في وسط السورة يا ربي قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط للدين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. معنى لازم الأمة تكون حاضرة في جميع مجالات الحياة حضورا فعالا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمر الشهادة تكرر في القرآن كثيرا. واحد كي يجمع الآيات نتاع الشهادة يخرج بواحد خلاصات مهمة. في الآية هذه سمعتها 143 من سورة البقرة، وهي تكلفنا باش نكونوا حاضرين في المجال الاقتصادي، في المجال الثقافي، في المجال الإعلامي، في المجال التكنولوجي، في المجال البيئي، في جميع مجالات الحياة. معنى حضارة تصنع، معنى وكأن الآية تقول لنا لازم تبنيوا حضارة. والآن عقلاء الدنيا يقول لك حضارة اليوم حضارة قوية، يعني أنتجت وأبدعت وأعطت الناس يعني شيء كثير في العلوم والتكنولوجيا والمعارف، في علم الفلك، في علم الجيولوجيا وطبقات الأرض، في علم البحار، في الإعلام، في كل شيء. ولكن في المقابل هي حضارة تزرع الشقاء، ميزيريا، الهم. حضارة تعتدي على حقوق الإنسان، حضارة لا تقيم وزنا للإنسان إطلاقا. المهم المادة، المهم الهيمنة، إحكام القبضة على الكرة الأرضية في جميع المجالات. هذا أمر كارثي يحصل الآن في دنيا في العالم. لو كان الكرة الأرضية تهدر ترفع الشكوى إلى رب السماوات والأرض، تقول يا ربي بزاف عليا، هذا الأرض المفروض تزرع فيها الحاجة اللي مليحة، ولكن الدماء تسيل والهموم وكل هذا حاصل. ولكن ربنا عز وجل راه يقول يا أمة الإسلام يوم أن الأمة تبني حضارة، حتى تبني حضارة تسعد الإنسان ولا تشقيه، تبني حضارة تزرع السلم والسلام والأمن والأمال وترعى حقوق الإنسان، لأن الأسرة البشرية تجمعها روابط كما قال ربي في سورة الحجرات الآية 13 قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قال لتعارفوا، باش يتحقق التعايش على مستوى المجتمع البشري، على مستوى الأسرة البشرية. ربي سبحانه عز وجل قال لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا الذي يطلب منا جميعا. نقرأ هذه الآية اللي سمعتوها. وكاين آية أخرى في سورة النساء التي أبكت النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي اللي كان يقرأ قال له اقرأ علي، قال له عليك أقرأ عليك وعليك أنزل. بعد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن أسمع من غيري. المهم بدأ يقرأ سورة النساء من أوائلها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى نوصل الآية 41 من سورة النساء. قالوا حسبك. هذا الصحابي الجليل يقول لك نظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان الدموع، بكاته. واش من الآية اللي بكات النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآية هذه اللي تقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ونربط هذه الآيتين، نربطها بالآية أو بالآيتين 139 140 من سورة العمران، وين ربي سبحانه عز وجل يقول إن يمسسكم قرح. هذه الآية تعالجنا وين عندنا الخلل، حيث نعيش
خللا في حياتنا، العلاج راه موجود في هذه الآية. رب يقول إن يمسسكم قرح، وقروحنا كثيرة، فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن آيات تكلفنا بقدر ما تشرف الأمة، ولكن في الوقت نفسه تكلف هذه الأمة لتحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض. الآن في الخاتمة هناك قيم معينة نحتاج إليها، قيم معينة نحتاج إليها من أجل تحقيق نهضتنا من جديد، بل من أجل ضبط مسيرة الأمة. هناك سيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، سيرة دقيقة عميقة تفصيلية، ترجمة عملية للوحي الطاهر، نقرأها قراءة ذكية، قراءة اعتبار، ونستنبط منها ما يضبط مسيرتنا وما يضبط مسيرة أمتنا من أجل الارتقاء إلى تحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، وتحقق ذلك الوصف السامق البليغ الجميل الجليل: كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مجموعة قيم. نبدأ قيمة من القيم، هي قيمة ثقمات. إشبي ربي ولا شوي كسعنا زلم ثقمات. الأخوة هذه نحتاج إليها كثيرا. قرن استقبالي ثور نساي ثقمات محقور، ور نساي ثرفع ثوري تغيمي جماعة. ربي قال إنما المؤمنون إخوة. لننظر هذه القيمة تؤدي بنا إلى قيمة أخرى، وهي قيمة الوحدة. ومقومات الوحدة على مستوى بلادنا كثيرة جدا، وعلى مستوى الأمة الإسلامية أيضا كثيرة جدا. المطلوب منا تفعيل هذه المقومات: الدين الواحد، والتاريخ الواحد، والمصير الواحد، والجغرافيا الواحدة. كل ذلك هي مقومات تحتاج إلى تفعيل من أجل تحقيق مقتضيات استخلافنا فوق الأرض. إذن قيمة الوحدة. القيمة الثالثة أيضا مهمة، وهي الأخلاق، الجانب القيمي الأخلاقي. حضارة الغرب اليوم من مساوئها كما يقول عقلاؤهم، عقلاء الغرب، يقول في الجانب التربوي والجانب الأخلاقي. الصرفقة لي فالور، مرزنت لي فالور شو دي قيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يغدينا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. بل نجد الكثير من الأحاديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أحاديث كثيرة. كي نقرأ برك في الأدب المفرد نتاع الإمام البخاري من رقم الحديث 270 وما بعدها، كلها على الأخلاق. 270 خياركم أحاسنكم أخلاقا. 271 يقول ما في يعني يتكلم عن الميزان، ما هو يعني الشيء الثقيل في الميزان، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. والحديث الذي يليه 272 يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وبعدين في الحديث 273 يقول إنما بعثت لأتمم، الرواية هنا صالح الأخلاق، والأخرى مكارم الأخلاق. وأخيرا قيمة أخرى أيضا مهمة، وهي قيمة العمل. ربي سبحانه وتعالى قد خدم بالخدمة، خاطر كل شيء يحتاج إلى عمل، والخدمة هذه قيمة من القيم العليا اللي بها نمكن. يقول ربي سبحانه في القرآن في سورة التوبة مثلا آية 105 قال: وقل اعملوا خدمت فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ذا رحمة ربي مزورة سيدنا ناس ويف غنسكسو سوذي وسنين مدنا سيدي إلى قاذي الشروثي ذي ولا شيء يتساسم يعني بلا العذاب، كل شيء بالعمل. وربنا عز وجل وعدنا ووعده الحق، إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع ربنا سيحقق لنا ما لا نستطيع.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تلك سيرة نبي مرسل صلى الله عليه وسلم، ومسيرة أمة تحتاج إلى ضبط، ولكن نتعاون جميعا كل من موقعه، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله.